السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده عاملة وصفة فراخ رهيبة. واخدة لون رائع، جوسي جدا. وكمان عاملة معاها رز مبهر كده رهيب. الوصفة دي تقدر تعملها في العزومات، بتبقى فظيعة جدا. انا استخدمت هنا فرخة مقطعاها ونقعها في المنقوع اللي دايما بنقعه قبلها بليلة. بصفيها كويس ونحط عليها المكونات بتاعتنا. عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية توابل حلوين كده، هكتبها لكم في صندوق الوصل عشان هي كتير شوية. وعندنا صلصة طماطم تقيلة او تستخدمي معجون صلصة، زبادي وتوم وليمون وزيت زيتون او اي نوع زيت تستخدميه. هنحط الكلام ده كله على الفراخ وننقعها كده شوية حلوين، 3 4 ساعات، يفضل 6 كمان، يبقى حلوين قوي. انا هقول لكم بقى السر، اللون الحلو لون احمر. اي لون طبعا، اللون الاحمر اللي احنا بنستخدمه في اللون الغذائي. شايفين اللون عمل ازاي معايا؟ ده اللي بيديها لون حلو قوي قوي. بعد كده بجهز الفرخه، بحاول اقطعها شويه، يعني افتح الصدر، لانه عارفين الصدر بيبقى من جوه كده مش واصل له التتبيله كويس. فانا هحاول اقطعها كده وافتحها عشان تاخد تتبيله كويس جدا. خلصنا الفراخ، هنسيبها تقريبا حوالي 6 ساعات. انا كده تقريبا سبتها تقريبا اكتر من 6 ساعات كمان. انا عندي كذا اختيار، ممكن احطها في صينيه في الفرن عادي، ممكن احطها في اير فراير، ممكن احطها في اي حاجه كده. احط عليها شبكه واحطها بتستوي على البخار. يعني ده بيبقى افضل، لان بتفضل جوسي جدا، تستوي بقى، بتبقى دايبه وجوسي جدا، حلوه قوي قوي. انا مش عايزاها تنشف. يبقى انت كده عندك كذا اختيار. هنسيبها على درجة حرارة في الأول ربع ساعة، أعلى درجة عني، وبعد كده هخليها على 180 لمدة حوالي ساعة. نبدأ نعمل الرز بتاعنا. ده رز منقوع. بصوا، كل واحد حسب نوع الرز اللي بيستخدمه. في نوع بيتنقع، في نوع ما بيتنقع. أنا النوع ده بنقعه. وبرضه شوية توابل للرز. أنا ده معلقتي 4 معالق تتبيلة الفراخ قبل ما أحطها على الفراخ يا جماعة. وجزر وتوم والجزر. خلاص. بعمل ايه؟ بشوح البصلة بتاعتي، يعني بديها اللون كده شوية، وبعد كده انزل بالجزر. بعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، هتتحمص شوية كده. والتومة ده اشم ريحتها، ما تتلونش او ما تتحمرش. ودي ال4 معالق من تتبيلة الفراخ قبل ما احطها على الفراخ، يعني انا كنت شايلاها قبل ما احطها على الفراخ. هنقلبهم كويس كده على النار، وننزل بقى بالرز بتاعنا. ننزل بقى بالشوربه بتاعتنا، او ميه وماجي زي ما انت عايزه، بس لازم تبقى مغليه. بصوا يا جماعه، انا بحب الرز ما يبقاش ناشف قوي. شايفين الميه؟ فيه شويه ميه عشان بعد ما يستوي يبقى كده جوسي، ما يبقاش ناشف. اغطي عليه على حسب نوع الرز. كل نوع رز بياخد قد ايه في السوا.
شايفين بقى الفراخ يا جماعه؟ شايفين اللون العظيم ده؟ انا فتحت لها بقى، شلت الفويل، فتحت لها الشوايه، اخدت لون بسيط. واقولكوش بقى ريحه الرز والفراخ رهيبه، فعلا رهيبه، قلبت ريحه البيت. ممكن طبعا تحط لها فحمايه، يبقى انت كده عملتي فراخ تكه، احلى فراخ تكه تاكليها، فظيعة. جربوا الوصفة دي يا جماعة، تعجبكم جدا، ومتأكدة انها هتعجبكم قوي. ولو عجبتك ما تنسيش بقى تشجعيني باللايك والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله. وخلي بالك الصوص اللي بينزل من الفراخ ده نقدر نحطه على النار، نتقله شوية، يعني المية تنشف بتاعته كويس قوي، ونحطها جنب الطبق ده، نسقي فيه بقى كده الفراخ، بيبقى حاجة في منتهى الجمال. بس كده اقول لكم بالهنا والشفا، والسلام عليكم.